السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله فيديو مهم جدا هنشرح فيه إزاي نغير سرموستات 3 طرف، وهنعرف كل حاجة عنه بالتفصيل. المفروض إن احنا نغيره بنفسنا، وإن شاء الله مش هنحتاجش لأي صنايعي ونوفر فلوسنا إن شاء الله. توكلنا على الله. في الأول احنا بنشيل الفبرة اللي بتكون متركبة على اللمبة. ده بتكون بنظام كليبس كده. الغطا ده بيتركب بكليبس وبيتشال بكليبس. حركه زي ما انتم شايفين كده، يتغير بكليبس ويتشال بكليبس. نبدا ان احنا نفكه معانا، نشيله كده تمام. وبعد كده نشيل الاكره بتاعه السرموستات اللي بتعلي وبتوطي درجه الحراره، تمام، اللي هي ديت. بعد كده نبدا نفك في صاموله كده اللي بتكون ماسكه السرموستات. نبدا نفكها. فكيت بايدينا ماشي، ما فكتش ممكن نجيب بنسه ونفكها بكل سهوله. في مسمار بيكون ماسك علبه السرموستات اللي هو بيكون بعد اللمبه في الاخر كده، تمام. علبه السرموستات دي بتتكون من السرموستات واللمبه ومفتاح اللمبه، تمام. ونبدا نحرر علبه السرموستات بكل سهوله. وحتى هتلاقي على اليمين كده ان في زي نظام مجرى كده، علبه السرموستات بتخش فيه زي نظام دوفر كده، بتخش فيه الفتحتين اللي على اليمين دول. نبدا ان احنا نحرر السرموستات معانا بكل سهوله. فكينا كل الترامل وحررنا الترموستات دوت من غير ما نبوظ حاجه بكل سهوله، تمام. الفالف ده بيكون متركب تحت جراب، بنحاول ان احنا نفكه. ليه بيكون متركب تحت جراب؟ علشان خاطر يبدا يحس بالسعيه اللي موجوده في الكابينه من تحت، ويقدر يفصل الترموستات. طيب يا باشمهندس، الترموستات ده احنا ليه بنغيره او امتى نغيره؟ بنغيره لما نسمع ان الموتور ما بيفصلش، وايه كمان، وان اول ما نفتح باب التلاجة نلاقي تلج كتير في المرايه من تحت. في الحالتين دول بنبدا نغير الترموستات. زي ما حضراتكم شايفين، خلاص احنا حررنا الترموستات القديم، نجيب معانا ترموستات جديد علشان نركبه. الترموستات ده بيكون فيه 3 اطراف. الترموستات ده علشان خاطر بيشتغل على 2 باب، مش يتركب على التلاجة 2 باب تلج مش بخار، تمام. بيشغل حاجتين، اول حاجة يشغل كباس، تاني حاجة بيشغل سخان. يعني طرف يشغل كباس والطرف التاني بيشغل السخان. طب بيتوصل ازاي يا باشمهندس؟ بيكون في 3 اطراف، 3 6 4. رقم 6 اللي هو بتكون في النص، تمام، ده اللي هو بيكون حتى لونه احمر كده، ده دخل الترموستات. يعني رقم 6 دخل الترموستات. بتكون اللون السلك بيكون لون احمر، هو مش اساسي بس في الغالب بيكون لون احمر، تمام. رقم اللي بعده رقم 4، ده بتاع اللي هو الاوفرلود، اللي هو بيكون يخرج من الترموستات يشغل اوفرلود عشان يشغل الكباس. ده اوفرلود لدخول الكباس، ده رقم 4. طب رقم 3 يا باشمهندس، ده بتاع السخان. يبقى رقم 6 كهرباء، رقم 4 بيدخل على الاوفرلود عشان يشغل الكباس، رقم 3 بتاع السخان. طب السخان ده بيشتغل بفردتين، فرد على 3 والفردة التانية على رقم 4. يبقى السخان يشتغل على فردتين، فرد على 3 وفردة على 4. خلاص احنا جمعنا معانا. وهنبدأ ان احنا بكل سهولة كده بعد ما جمعنا الأسلاك الكهربائية نبدأ نركب الصامولة بتاعته، تمام. نقرط عليها كده، تمام. ونحط الاتنين دوفر دول بتاعت العلبة في المنيم دول، تمام، مظبوط، علشان خاطر نثبت علبة الترموستات واحدة واحدة كده، من غير أي ما نكسر حاجة ومن غير ما نبوظ أي حاجة إن شاء الله. وناخد بالنا إن السلك اللي بيكون طالع من الترموستات ده مش سلك عادي أو مش سلك نحاس. السلك ده بيكون فيه من الآخر كده فالف، والفالف دي بتكون مادة. فإحنا لو المادة دي انكسرت أو اتقطمت، خلاص الترموستات ده بيبوظ، فناخد بالنا. خلاص ركبنا الترموستات بتاعنا وبيتناه، وركبنا العلبة وركبنا المسمار كده، ركبنا كل حاجة. وركبنا برضو العلبة بتاعت اللمبة. نبدأ نركب الأكرة بتاعتنا، وركبنا الأكرة، تمام.
النباية الاخرى كده بتبقى لها منيم برضو كده، ركبناها ما فيهاش ادنى مشكله. علبه السرموستات تمام، خلصناها. نبدا نركب الفالف بتاع السرموستات. ناخد بالنا يا جماعه ان الفالف ده بيكون فيه ماده من جوه، هي دي اللي بتفصل وبتشغل السرموستات. وبالراحه يعني كده، يعني لما نيجي نتنيها بالراحه علشان خاطر دي لو اتقطمت خلاص السرموستات كده باظ. نبدا نبيتها في الجراب بتاعها. نبدا نربط من فوق ومن تحت تمام. بس ده هو الشكل النهائي بتاع السرموستات بتاعتنا. نبدا نعدل السرموستات بتاعتنا وده الشكل النهائي. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش دايما باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.